أبي أحمد واضح إن هو يعني الغل مليه والحقد هيقطع قلبه يعني. راح رغم إلغاء أوغندا للقمة الخاصة بدول حوض النيل، الخاصة باتفاقية الإطار المعروفة باسم عنتيبي. هو بقى هو طول عمره يعني بيتصرف لوحده، يعني تقريبا هو لوحده في العالم يعني. راح هو بقى ايه اعلن على منصة اكس ان هو الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، مع ان يعني الاجتماع اللي هي لغته اوغندا اصلا هو معمول عشان يقولوا او يعلنوا عن ان اتفاقية عنتيبي دخلت حيز التنفيذ. هو يسكت بقى؟ لا، راح هو طالع هو واعلن هو. كل حاجة بيتصرف فيها لوحده، حتى ارض الصومال هو الوحيد اللي معترف بيها. بفكر عليا سعيد صالح لما يقول لك رحت المدرسة ما لقيتش حد، انا رنيت الجرس ودرست لنفسي وخدت الحصص كلها، بعد كده رنيت الجرس وروحت. بالظبط نفس الحكاية، هو بقى بيعمل كل حاجة لوحده. يعني هو لما يعترف لوحده يعني هو عايز المهم ان هو يضر بمصر والسودان وخلاص. طبعا مصر والسودان طبعا رفضت الكلام الفارغ ده لانه لا يعنيها، لكن هو طبعا واضح ان هو مغلول جامد يعني. هو مغلول جامد ومش عارفة يعني. هو اصلا مصر راحت الصومال ما قالتش ان هي اصلا يعنيها اثيوبيا او ان هي رايحة عشان اثيوبيا، والرئيس قال الكلام دوت. قال احنا رايحين بنساعد دولة الصومال الشقيقة، وما قالش ان احنا رايحين عشان نعمل حاجة. هو اترعب، هو رجليه بتخبط في بعضها من ساعة لما في جنود او مصر ارسلت عتاد لارض الصومال، وان في تعاون ارسلت عتاد للصومال اسفة. فهو هيموت بقى هو وارض الصومال بتاعته، مش بتاعته يعني. هو اللي هو اصلا حاطط ايده عليها يعني، او مشغلها لحسابه، او يعني نقدر نقول كده يعني. فهو بصراحة مسكين بصراحة، حالته يعني يرثى لها. يا ريت نشوف له علاج ولا أي حاجة يعني قبل ما الحالة تتفاقم ويبقى بقى لا تحمد عقباها.